5 فواتح شهية طبيعيين لازم تضيفيهم على أكل طفلك الأيام الجاية، هيخلوا طفلك يتقبل معظم أصناف الأكل اللي مش راضي ياكلها الأيام دي. والإضافة رقم 5 موجودة في تلاجة كل بيت ولكننا مش واخدين بالنا منها. السلام عليكم، أنا دكتور حسام طبيب أطفال، وهنا بقدم لك معلومة تهمك وتهم طفلك. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، تابعوا الفيديو ده للآخر. والإضافة الأولى هي عسل النحل، وطبعا لا يخفى على أي أم أهمية عسل النحل بالنسبة للأطفال. أولا عسل النحل ده بيتقدم للطفل بعد إتمام السنة، مش قبل كده، لأن لو اتقدم قبل كده ممكن لا قدر الله يصيب الطفل بحاجة كده، نوع بكتيريا معينة بتعمل شلل ارتخائي في الجسم. وطبعا السؤال اللي جه في بالكم، إزاي عسل النحل يا دكتور بيفتح الشهية؟ خليني أقولك إن طعمه المسكر الحلو وسكرياته الخفيفة سهلة الهضم، أول ما بنضيف كده بضع قطرات على أكل الطفل، فالمذاق الحلو ده بياخد الأكل من الطعم العادم أو الطعم المر لطعم حلو الطفل بيتقبله. يعني ببساطة كده نقدر نقول إن هو بيرفع من جاذبية الوجبة اللي الطفل بياكلها، وبيخلي الطفل يخلص كميات أكل أكبر. عايزك كده تضيفي معلقة صغيرة على الزبادي بتاع الطفل، أو على الشوفان بتاعه، أو كمان على البان كيك الصحي. أما عن فاتح الشهية التاني الطبيعي فهو الزنجبيل، وده اللي أقدر أقول عليه كده صديق الجهاز الهضمي بتاع الطفل، وده لأنه بيخلص الطفل من الغازات وبيريح كده المغص عند الطفل، وكمان بيقلل الغثيان. فالنتيجة النهائية إن هو بيريح الجهاز الهضمي كاملا بتاع الطفل. وطبعا عشان كده بيفتح الشهية، لأن هو بيريح الجهاز الهضمي وبيخلي الطفل عنده استعداد ان هو يتقبل اكل اكتر. عايزك كده تجيبي الزنجبيل الطازة وتبشري منه كمية كده على الشوربة بتاعة الطفل او على اكل الطفل، او حتى تضيفيه في العصير بتاع الطفل. وطبعا كلكم متحمسين تعرفوا فاتح الشهية رقم 5، ولكن خلينا نتكلم الاول شوية عن فاتح الشهية رقم 3، وهو الاعشاب العطرية. بصوا كده، خلينا متفقين على حاجة، ان الاطفال بياكلوا بعينيهم وبمناخيرهم قبل بقهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطفل بيحب الاكل اللي شكله حلو، وبيحب الاكل اللي ريحته حلوة. وهنا بيجي دور الاعشاب العطرية زي الشبت وزي الريحان وزي النعناع. الحاجات دي ميزتها كده ان هي فيها زيوت طيارة، فاول ما بنضيف الحاجات دي على اكل الطفل السخن بيبدأ يطلع ريحة كده شهية، الاطفال بتنجذب ليها ونفسهم بتتفتح على الأكلة اللي فيها الأعشاب دي. والروايح دي أول ما الطفل بيشمها بتحفز إفراز اللعاب بتاع الفم، وكمان بتحفز إفرازات المعدة، فكده دي إشارة من الجسم إن الجسم ده جاهز إن هو ياكل. عايزك كده تضيفي الأعشاب العطرية دي على الشوربة بتاعة الطفل، أو تزيني حتى بيها الأكل. أما عن فاتح الشهية الرابع فهو الفواكه المجففة. طيب تعرفوا إن من أشهر أسباب فقدان الشهية عند الأطفال هو الإمساك، واللي بالمناسبة موجود في شريحة كبيرة من الأطفال. وهنا بقى بيجي دور الفواكه المجففة زي التمر وزي الزبيب وزي المشمش. الحاجات دي يا جماعة مليانة بالألياف، والألياف بتحمي الطفل جدا من الإمساك. بالإضافة إن الفواكه المجففة دي فيها سكريات طبيعية بتدي الطفل طاقة، فبالتالي الطفل نشاطه بيزيد وبيبدأ يلعب أكتر في البيت، فبيبدأ يجوع أسرع، فتتفتح شهيته اكتر على الاكل. تقدري تقدمي الفواكه المجففة في صورة وجبة كده سناك في النص، او كمان تضيفيها على اكل الطفل زي الزبيب مثلا لما بيتضاف على الرز. اما عن فاتح الشهية رقم 5 واللي كلكم مستنيينه فهو الليمون. وايوه ما تستغربوش، الليمون ده كنز عظيم غني بحمض الستريك وبفيتامين سي. عصرة الليمون على الاكل اللي انتم مستهونين بيها دي بتحفز افراز الاحماض المعوية، وطبعا ده بيحسن الهضم وبيزود من حركة المعدة، فبيخلي الطفل عايز ياكل الوجبة اللي بعدها اسرع. بالاضافة ان فيتامين سي الموجود في الليمون بيحفز من امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي عند الطفل، وانيميا نقص الحديد من اشهر الاسباب لفقدان الشهية. عايزك كده تعصري الليمون على اكل طفلك، او ممكن كمان تعصريه على كوب ماء دافئ والطفل يشربه على الريق الصبح. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا. اكتبوا لي في التعليقات بتستخدموا ايه من الحاجات دي مع اطفالكم. سلام.